خلينا أشارككم أهم القواعد اللي استخدمتها في تصميم الغرفة ديت عشان تطلع متناغمة برغم التداخل اللوني وتداخل الخامات الكتير. ذوق العميل هنا خاص، كان حابب تداخل في الألوان وتداخل في الخامات، ده بالنسبة له إن الغرفة تكون فخمة وغنية. المشروع ده لصالح مكتب إعمار الغد في المنصورة. سريعا سريعا تعالوا نشوف زينات الغرفة عبارة عن ايه. هنا ده باب الغرفة، دخلت في عندي سرير واتنين كومود وتسريحة مع وحدة تخزين تخدمها، وهنا عندي تلفزيون بالوحدة بتاعته، ودخلت عندي دولاب مش أكبر حاجة 2 متر 60. وهنا ده باب غرفة الحمام. أول حاجة بدأت بيها هو تنسيق الألوان واختيار باليت الألوان. استخدمت قاعدة 60 40 10، 60% لون محايد، 40% لون بدرجاته، 10% لون أو أكسسوارز مميزة. 60% استخدمت لون بيريز بدرجاته، مزيج ما بين البيج والرمادي بسبب إن العميل مختار الباب ده بعينه كان أورنج محمر مع تداخل الأسود، والأرضية كان بيج في رمادي خفيف، فكان بالنسبة لي التنسيق هيكون أفضل لو كان اللون بريز. استخدمت اللون البريز بدرجاته. طبعا تحديد درجة تخفيف اللون البريز بتحدد في الموقع عن طريق عينات، لأن البرنامج مش هيقدر يحدد لي أو يحقق الواقع بالظبط. استخدمت البريز في اللون العام للحيطة والتجاليد، واستخدمت كدرجات في المفروشات. الستاير استخدمته غامق ب3 درجات. السجادة استخدمته اللون الغامق مع اللون الفاتح. المفروشات استخدمت منه اللون الغامق مع اللون الفاتح برضو. أما ال40% كانوا تجاليد خشبية، استخدمت درجة من لون التجاليد الخشبية في المفروشات، استخدمته كدرجة من الجلد. أما ال10% فكانوا عبارة عن اللون الأخضر مع التداخل الأسود. تاني حاجة بعد التوازن اللوني التوازن البصري. اعتمدت في رقم 1 تحديد زونات لكل منطقة على حسب الاستخدام. زون النوم حددته بتجليدة مختلفة عن زون التسريحة بنشاطاتها. هنا حددت السرير بتجليدة من التنجيد متداخل معاها اللون الجلد بحيث ان هو يديني عامل بصري مميز. اما الاتنين كومود المتماثلين حددتهم بتجليدة من الخشب المتفرز مع الاسود العاكس، فعملت لي تحديد لكل منطقة كومود مع تناغم في التداخل ما بين الخامات اللي العميل طلبه، فحددت زون النوم. أما زون التسريحة عملت من تحت تجليدة مجرد تجليدة، ومن فوق منطقة للتخزين بالتجليدة الخشب، لأن التخزين ضعيف عندي في الغرفة. فوزنت الأمر، عندي هنا الجانب ده متزن مع الجانب ده، فلما اجي ابص في النص الجزء ده في اتزان مع الجزء ده. ليه؟ لان هنا مثلا عندي تقل التسريحة موازيه تقل الشباك بالإضاءة بتاعته بالجزء بتاع التكييف، وعندي في النص هنا السرير متزن، فالصورة عندي متوازنة. رقم 3 التناغم اللوني والوظيفي في الإضاءة. عندي إنارة طبيعية طبعا مش أكبر حاجة. رقم 1 إنارة عامة في الأسبوتات. رقم 2 إنارة ذكورية مع وظيفية في الاتنين أباجورة بتخدم لي على الكومود. ثم النجفة واللي ممكن نستغنى عنها خالص لو الارتفاع بتاعي مش أكبر حاجة، أو ممكن تبقى قريبة شوية من السقف، بتديني مود إضاءة مختلف وكمان كشكل. رقم 3 الإضاءة المخفية الذكورية باللون الدافئ، برضو بستخدمها في الأرفف. عندي إضاءة ذكورية وبرضو وظيفية في التسريحة، بحيث إن هي اللي قاعد هنا في إضاءة متسلطة بتخدم على الزون ده، وبرضو في إضاءة فوق التسريحة بتخدم عليها. التراك هنا بيخدم على منطقة الدولاب، وبرضو جوه الدولاب إضاءة بتخدم عليه. كده دي أهم الأسس التصميمية اللي استخدمتها في الغرفة ديت عشان تطلعها بشكل
متناغم ومتناسق حسب ذوق العميل ورؤيته للفخامة وتعرفه عنها.